السلام عليكم اخواتي، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير في احوال طيبه. اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ ياك نتوما على خير وبخير. هذا النهار هذا غنشارك معكم اخواتي الطريقه ديالي في التنظيف ديال الدجاج، اللي هي طريقه سهله طريقه سهله بزاف. هنا اخواتي انا خديت واخا راه الدجاج غالي، مهم الله يرحمنا وصافي مع هذا الغلا، داير 20 درهم الكيلو، ولكن ولا بدا خصنا كيف عارفين ناخذوا الدجاج بنادم باش يديباني ويقضي يعني الشهر كامل. انا كناخذ هنا 4 دجاجات دائما، يعني مع المهم مع اللحم مع اللوبيا مع كل نهار حاجه كنقضيو الغرض. هنايا بالنسبه اخواتي الدجاج انا كنجيبوه منقي من عند مول الدجاج. انا الزوج ديالي وليت يتقدى لي الدجاج كيجيبو من عند واحد السيد راه كيعرفو، دائما كيتقدم من عنده الدجاج كيجيبوا لي منقي هكا. الا غنديروه هكا يعني طريفات كناخذوا منقي. كيف شفتوا وريتكم تبارك الله الدجاج غزال منقي، يعني كينقيوه مزيان اخواتي. هنايا اخواتي راه كيف كتعرفوا المراه المغربيه هي هذه، ملي كتكون تقديه والروينه ولا بدا كديري يدك هنا وديري يدك هنا. درت هنا الحويجات، كانت الماكينه كدور، حيدت من دوك الحويجات اللي تصبنوا ودرت هاد الحويجات الاخرين. المهم دائما كنوريكم هاد السائل اللي هو ما كيخطانيش، ما بقاش كيخطاني، دائما كنديرو. غادي ندير واحد الغلاقه يعني تما في المجر، وغندير كذلك واحد الغلاقه لداخل في وسط الحوايج. المهم كما قلت لكم بالنسبه اخواتي الدجاج كناخذو منقي، يعني محيد له الجلده ديالو. والا كنت خلاص غادي نخلي الدجاجه صاينه راه كنخليها بالجلده ديالها. كيف كتعرفوا ما تبغيوش الدجاجه محمره ولا هذا، الا جا عندكم شي حد راه تنخليوه بالجلده ديالو باش تيجي محمر وزوين. صافي اخواتي هنا درت الماكينه كتصبن. انايا جبت الحوت السردين. غادي نديرو الغدا، غنديرو غير بالملحه، غادي يجي زوين في الفران غير بالملحه فقط. وفي نفس الوقت غادي نعجن حدايا خبيزات هكايا الغدا. هنا بغيت غير نشارك معكم كيف كننظف انا الدجاج ديالي. هنا اخواتي الدجاج ملي كان مرقد، يعني منين جبته من عند جبناه من عند مالين الدجاج، درت له الملحه ودرت له الخل وخليته مرقد. صافي غسلته المره الاولى، هنا غنغسلو المره الثانيه. كما قلت لكم انا كنحيد له الجلده، ومن الاحسن الدجاج اخواتي حيدوا له الجلده. هنا حتى داك يعني التلصيقه وداك التلصاق اللي تيكون فيه ما تيكونش، ما تيبقاش. وتا هاد مالين الدجاج اللي كناخذوه اخواتي من عندهم الدجاج كيغسلوه مزيان، يعني ما تيبقى فيه حتى شي حاجه. هنا الغسله الثانيه كما قلت لكم، الغسله الاولى اللي كان مرقد في البانيو كيف جا درته في الملحه ودرت له الخل وخليته مرقد، من بعد غسلته مزيان وعاودت له هذه الغسله الثانيه. كنحيدوا منه داك الشوائب ديالو وداك الشيء اللي تيكون فيه ملصق، كيف تعرفوا الشحمه اللي لاصقه فيه في الجناب. درت هنا الخل ودرت سكينجبير. سكينجبير راه زوين بزاف. صافي كنغسلو مزيان على هذه الطريقه باش ما نطولش عليكم الفيديو. كنفركو مزيان كيف كتشوفوا اخواتي. صافي. والمره الثالثه غادي تشوفوا عاوتاني معايا كيفاش غادي ندير ليه ان شاء الله. هنا غنستمر في الغسيل ديالو، راه كما قلت لكم غسلته المره الاولى وغنعاود نغسلو المره الثانيه بسكينجبير والخل. وكل واحد وكيفاش كيغسل الدجاج، كل واحد كيفاش ينظف الدجاج ديالو، كل واحد عنده الطريقه ديالو. هنا كما قلت لكم خديت 4 ديال الدجاجات، غادي نقسمهم وغادي نقادهم هكايا في الميكات ونقادو بهم هكايا ان شاء الله الشهر. وكيديو ليا اكثر من شهر، يعني تيشيط ليا انا الدجاج مع شويه العدس شويه اللوبيا ولا بدا من القطاني. تقريبا كل اسبوع مره كندير، مره في السيمانه كندير عدس، سيمانه اخرى تندير لوبيا وحنا غاديين. المهم كنقادو الوقت وكنديبانيو وصافي. هنا كيشتو المنقي كنشلل مزيان، شللت حتى دوك الكبدات عاود غسلتهم وديك الكانصات وداك الشيء في هذاك السكينجبير وفي الخل. هنا اخواتي المره الثالثه غادي ندير السودانيه، اللي هي كاع الطباخات كاملين كيغسلوا بالسودانيه. المهم هنايا الله اعلم في كازا، ولكن حنا عندنا في مكناس تبارك الله الطباخات كيغسلوا الدجاج بالسودانيه، الفلفله الحاره اولا الشونيه مطحونه، كل واحد شنو تيسميها. هذه هي الغسله الاخيره، كنرقدو مزيان هكا وكنعاود نديرو في هذه السودانيه وعاوتاني نشلوه مزيان. كيف تعرفوا الدجاج راه تيكون مزفر ولا بدا ما نغسلوه. المهم كما قلت لكم انا كل واحد وكيفاش كينظف الدجاج ديالو، انا هذه طريقتي. شوفوا من بعد ما غسلته بالسودانيه كتبقى السودانيه لاصقه، شفتوها؟ غادي نعاود نشلو المره الرابعه.
صافي هنا الدجاج فركناه حتى ولا تيشعل. بقى لي غنديرو في الماكينه وندورو حتى هو نديرو يتصبن حتى يخرج تيشعل اخواتي. كيف كتعرفوا الدجاج دائما تيكون مزفر، وكل واحد كيفاش كيغسلو، كاين اللي كيدير الدقيق الفورص، كل واحد اش كيدير. صافي ساليت هنايا اخواتي، غنخليوه يتسقطر الدجاج دائما باش هكايا ما يطلقش لينا الماء في الفريغو. دائما كنخليوه يتسقطر مزيان، كنعطيوه الوقت ديالو. هنايا راه خليته يتسقطر صافي، ومشيت درت الغدا ديالي. درت دوك الحوت هكايا في اللاطا. غنشارك معكم غادي نعجن خبيزات الغدا، وخليته حتى تغدينا وسالينا، وكملت الروينه ديالي وجمعت روينتي كامله عاد باش ان شاء الله غادي نستفوه في الميكات. هنا ولا بدا من هاد الزفوريه ديال الدجاج خاصنا نغسلو مزيان تيدو جافيل، لا بدا من تيدو جافيل اخواتي. هادشي اللي كاين، خليكم معايا حتى نكمل الفيديو حتى الاخير، ما تمشيو حتى بلاصه. هنا اخواتي انا عجنت الخبز، ما بقاش عندي الدقيق كي شفتوا في المره الاولى لا وريتكم، راه جبت غير الفورص وشويه القمح يعني الفينو هو باش عجنت الخبيزات. هاد الخبيزات تنديرهم في الفران، وليت تندير جوج خبزات اخواتي كيديو ليا يومين، جوج خبزات كبار. الا كان زايد راه ضروري كيتقادوا في داك النهار. اما الا كنا غير حنا بوحدنا راه كيديو ليا يومين، يعني كل يومين كنعجن جوج خبيزات كبار، بحال نهار نهار لا، نهار كنعجن ونهار ما تنعجنش. صافي انايا هكايا وليت كما قلت لكم كندير خبيزات كبار في الفران ديال الضو، كيجي زوين ومحمر. صافي غادي نقرصو ونخليوه يخمر. العجينه راه كلشي كيعرف يعجن. رونتو هكا في البانيو وخليته، يعني ما دلكتو ما حتى شي حاجه، غير هكا جمعتو وصافي، وكيجي مفشفش وتيجي زوين اخواتي بلا ما ندلكوه. غير كتخليوه ياخذ خاطرو في الخميره مزيان تيخمر صافي، وتتلولبوه وتتقرصوه. هنا اخواتي كما قلت لكم انا كملت الخبيز قرصته، وهنا غادي ندير الحوت، غندير له المليحه وغادي نستفوه هكا في اللاطه وغنديروه في الفران. كيجي زوين هذا الحوت غير بالملحه، يعني بلا قليان بلا حتى شي حاجه. يعني القليه النهار نتشهاو هكايا الحوت راه كان يعني المهم كنقليوه مره في شحال، ماشي دائما، يعني مره في الشهرين ولا اكثر. عاد كنقلي الحوت ماشي دائما، مره كندير حوت كواري، مره كندير هكايا الحوت في الفران تيجي زوين. صافي السردين انا غادي نستفو هكا اخواتي، وغندير واحد الشليضه ديال البصله ومطيشه والفليفله كتجي زوينه. هنا اخواتي بالنسبه للشليضه درت لها غير الخل والملحه وشويه البزار شويه الزيت صافي، والمهم شليضه مغربيه هي هذه. صافي وشويه ديال الزعلوك كان عندي اخواتي مصايبه حتى هو غادي نرافقوا مع هذا الحوت. وهذه هي الغديوه ديالنا. المهم الحوت في الفران كيجي غزال هذا، وسيرتو السردين اللي تيكون شويه مهبر يعني كبير، ماشي السردين الصغيور، داك الصغيور ما غاديش يصلح في الفران راكم عارفين، هذا المهبر هو اللي كيجي زوين بالملحه. المهم هذه هي الغديوه ديالنا. انايا حتى الاخر عاد ندير شويه ديال الكمون، واللهم اديمها علينا نعمه وحفظها من الزوال. والخبيز كيشتو كيجي محمر هكا في الفران كيجي زوين بزاف. خبيزات هكا كبار كما قلت لكم صافي. والمهم هذه هي الغديوه ديالنا، خليكم معايا حتى الاخر. من بعد غادي نتغداو، وهنايا اخواتي غادي نوريكم نقطع هكا معكم الخبز كيجي مفشفش، يعني راه غير دلكتو هكايا غير خلطته بيديا. المهم ديال الغديوه ديالنا، وهذا هو النهار اللي شاركت معكم. ان شاء الله خليكم حتى نقاد هذاك الدجاج نديرو في الميكات ان شاء الله بحول الله.
هنا اخواتي بالنسبه للدجاج كنخليه، يعني ما كنقسموش على مثلا الدجاجه ما كنقسمهاش على 8. كنت كنقسمهم على 8 دجاجه، كنقسمها يعني على 8، كنقسمها على 4 وكنعاود ثاني نقسمها على 8. هنا اخواتي كنخلي الصدر بوحدو وكنخلي الفخذ بوحدو هكايا. الا احتاجيت مثلا صافي اخواتي هنا كيشتو بالنسبه دوك الجنيوحات قطعتهم مع العناق وداك الشيء. غنقسموهم في جوج ديال المويكات وغنخليهم بحال هكا للروز. وهنا كما قلت لكم الفخذ كنديرو بوحدو والصدر كنديرو بوحدو. كنحتاجو هكايا كندير هكا شويه ديال الكبده بحال هكا. الا بغيت ندير شويه ديال البطاطا بالفريت كنلقى ديك الكبيده كنديرو بها الدغيميره كيف كتعرفوا. والله يجعل شي بركه. بنادم يقاد الامور ديالو وراه يعني كافيين هاد 4 دجاجات كافيين مع كما قلت لكم. باقا ما خديتش اللحم، 1 كيلو اللحم ولا كيلو ونص ونقسمو حتى هو. ايوا الله يجعل شي بركه اخواتي مع العدس مع شويه ديال اللوبيا مع كل مره. وشنو هادشي اللي كاين هنايا كيشتو. غادي نجمعهم دابا، غادي نردهم للمجمد. هنايا راه انا عندي مطيشه كنت لقيتها رخيصه وجبتها طحنتها تبارك الله، عطاتني واحد الكميه كبيره راني استعملت منها. كما شفتوا اللحم ما عنديش، هاد شويه هو اللي بقى ليا. تنتقدى ان شاء الله شي كيلو ولا كيلو ونص تا هو نقسمو هكا في المويكات وكنقادو الامور مع خضيره. وهادشي اللي كاين، والانسان يقاد الامور ديالو مع هاد الوقت ومع هاد الغلا. الله يلطف بينا والله يرفع علينا هاد الغلا هذا، والله يصاوب لينا وللجميع المسلمين. راه كل واحد عنده الخير ديالو في دارو. انا غير كنشارك معكم الطريقه ديالي ديال الغسيل ديال الدجاج وكيفاش كنستفو. هادشي اللي كاين اخواتي. كيف ما شفتوا اخواتي هاد الفريغو الثلاجه اللي خديت الفريغو ديالها نفعني هكا. كنلقى الخوخ رخيص كنديرو. المهم هادشي اللي كاين. نتمنى يعجبكم الفيديو اخواتي.